ان جماهير بورسعيد ما تنساش ابدا ابدا ذكريات اللقاء مع ابناء السيد البدوي في الدوري الممتاز. على بركة الله انطلقت احداث هذا اللقاء المرتقى بالهام اللي بيبحث فيه الفريقين عن الثلاث نقاط. هنشوف ونتابع. ادي كوره وداخل كابوريا وبيحطها حلوه، جول 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 جول. عملها كابوريا ووضع هدف الافتتاح، واوعى الكابوريا تعضك علشان يحلق في الدقايق الاولى النسر الاخضر بعد كوره ولوحه فنان، دقه واتقان. مره تانية ترجع لشكري. كابوريا محاوله تمريرات، ودي تسديده مره تانية خطيره، جول 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 جول. عملها المصري والامواج المره دي قنش في الدقيقه العاشره بيضع تسديده صحيح بترتطم باقدام مدافعي طنطا، ولكن تعمل المطلوب اثباته. بص شوف القدرات وبص شوف تقدم محمد شريف. اللدغه الثانيه تقريبا على بعد 40 متر. هنشوف تسديده حلوه قويه والله، ولكن بوسكا على طول بيحط كوره في وسط الملعب. ادي الكوره المتسقطه وبوسكا هيلعب كوره مقوسه، كوره عاليه. بوسكا المره دي ابعاد خطير، ادي كوره بيعلقها وبيحطها بليسنج الرجال الاقوياء الاصحاء. ادي كوره مره تانية، ودي محاوله للتسديد حلو الكلام. تقدم وانطلق من فاتح في الجبهه اليمنى. احمد جمعه هربان وبيوزع كوره حلوه جدا جدا لفريد شوقي اللي كمل وتقدم. ادي العرضيه مره تانية، وادي التسديده فين، جول 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 جول. يا عيني جمله حلوه حطها حلو فريد شوقي. صحيح ما لبستش ولكن عملت بند. متابعه موجوده ومحاوله من قنش بيلعبها عرضيه خطيره، ودي كوره في منتهى الخطوره مش عايزه الثقه ديت. ودي مره تانية تسديده ولكن بيسيبها جمعه. الرغبه والقدره هنشوف ونتابع. ودي تسديده مره تانية ولكن بثبات. ولاعبي النادي المصري اكيد عايزين يخرجوا الشوط الاول وهم متقدمين بثلاثيه نظيفه. وبالفعل مشاهدينا الكرام في هذه الاثناء بتنطلق صافره انتهاء الشوط الاول بتقدم كبير للنادي المصري بثلاثيه على ابناء السيد البدوي الى الملتقى. عموما النصف الاول من الروايه انتهى مشاهدينا الكرام بتقدم كبير لابناء بورسعيد وتفوق للعميد حسام حسن على خالد عيد. هنشوف ونتابع ونظبط الساعات مع حضراتكم، وعلى بركة الله هنبدأ نتابع ال 45 دقيقة الحاسمة الفاصلة في نتيجة هذا اللقاء على مرمى النادي المصري. ادي انطلاقة من هاني، ممكن يلعب العرضية. ادي العرضية ولكن بوسكا من حسين حلمي، وانتشار جيد من لاعبي طنطا. شكل غير واداء غير ودي راسية غير. في الخلفية باص ليه عايز يعمل مدة استحواذ. ودي جمعة ودي كابوريا تتلعب على طول الركنية. ادي لمسة راسية، ودي يا عيني مفيش اجمل من كده من الوضع. طائرا بيحط الهدف الرابع محمد ماجد قنش. قلت لحضراتكم ما قل وده اللي يقدر النادي المصري، ولكن لاعبي النادي المصري. ادي كابوريا، ودي التحرك من جمعة هيعمل ايه، فكر وسدد. حلوة يا ولد. ودي مرة تانية حمدي، ولكن القائم النادي المصري ضغط، هيقدر يعمل سكور كبير جدا جدا. ودي ضربة راسية فين في الدقيقة 59. ادي كورة وتهيئة وتسديدة، ولكن بوسكا سلسلة من التمريرات. كابوريا بيسلم هيرمان لكابوريا. يا ولد ولكن العارضة. محمد ماجد قنش بيرجع للخلف مرة تانية عند حمادة طلبة. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة انتهاء أحداث هذا اللقاء بفوز كبير وعريض للنادي المصري البورسعيدي.